أهلين، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. دبارتنا اليوم إن شاء الله مش تكون ملوخية تونسية. وصفتنا اليوم إن شاء الله الملوخية على الطريقة التونسية. تو مش نقول لكم شنو المستلزمات. اللحم متاعنا، الملوخية، زيت زيتونة، ورقة رند، شوية ملح خاطر هي تبدا مالحة منعملوهاش ملح، مغرفة فلفل أكحل، مغرفة كركم، مغرفة فلفل أحمر، زوز مغارف ثوم وزوز مغارف تابل، ونحضروا قرينات فلفل في الاخر بالكل باش نحطوهم، ومغرفة كبيرة طماطم معجونة. أنا نستعمل لها طماطم معجونة ونستعمل لها الفلفل الأحمر خاطر يبنوها الحق نتاع ربي، يعني فما اللي ما يستعملش حر، أما أنا باش نعطيكم تو أسهل طريقة وأسرع طريقة وأبن طريقة حسبي أنا. أول حاجة باش نبداو باش نحطو شوية زيت فلفل. أنا نطيبها في الكوكوت. بالنسبة للكوكوت أسهل وأسرع طريقة في الكوكوت، خاطر ساعة من زمان بالضبط نحطو الملوخية وحدها ساعة من زمان، ومن بعد نصيف ساعة اللحم، يعني أسرع طريقة. بالنسبة للي ما يحبش يستعمل كوكوت مش تحطها من الأول نفس الشيء. فوق الكوكوت مش تحط الكسرونة متاعك العادية، مش تولي تحطها 3 ساعات من الأول وحدها، ومن بعد تزيدها ساعة باللحم. يعني يا مش تحطها في الكوكوت ساعة من الأول وحدها من بعد نص ساعة باللحم، وإلا مش نحطوها 3 ساعات من غير اللحم، من غير اللحم صحيح، وساعة باللحم. أول حاجة باش نحطو الزيت، نحطو بالباهي الزيت باش من بعد تقررنا زيتها بالباهي، زيت زيتونة مباريكم باش يفوحها. خليو الزيت متاعنا يسخن. في الأثناء نسخنو الماء متاعنا، نسخنو هو حسب تعرف الكوكوت متاعك قداش تهز، وزيدو تلاقيتو الماء سخون. هذا احنا الماء السخون متاعنا خضر. مش نقولكم على الكميه، تو برشا اللي خاصة باش يجرب اول مره ملوخيه مش يحير في الكميه. انا بالنسبه ل5 اشخاص 5 لحمات ولا لا عندك تستعمل عليهم 5 مغارف كبار ملوخيه. سهله ماهله الحكايه، اسهل منها ما فماش. على 5 لحمات 5 مغارف كبار، عندك 4 مغارف كبار، 6 مغارف كبار، اسهل منها ما فماش. بالنسبه للباقي كله يقع بنفسه. وريقات رن، التابل هذاك تكثر منه خاطر هو اللي يفوح، الثوم تكثر منه خاطر هو اللي يفوح، ورد بالك من الملح ما تكثرش خاطر هي مالحه، وزاد قرينه الفلفل نتاعنا ديجا غسلناها وملحناهم. وراه انا نحط طماطم معجونه مغرفه كبيره، ونحط الفلفل الاحمر خاطرهم بالحق هذه لقيتها احسن طريقه يفوحوا على الاخر. يسخن الزيت نتاعنا، يبدا يسخن، نحطو الملوخيه نتاعنا. بسم الله. شفتوا 5 مغارف كبار بالضبط، على 5 اشخاص 5 مغارف كبار. لا تحيروا خاصة اللي في الخارج، لا نقعدوا كيفاش باش ناخذوا هاو 100 جرام هاو 150 جرام، ما تحيروش بالكل. حسيت نسيت شوية زيت، ما تخافوش منها بالكل، تحل في الزيت هكا. انتي نوع الملوخية تشرب الزيت باهي، الملوخية لا، ما تخافوش منها بالكل. تصب الزيت، ما تخافش من الزيت بالكل، كان جاي برشا ملون ما تخافش من الزيت. مزيانة، بعد ما نخليوها هكا دوب نطبخ شوية باش نزيدوها الماء السخون.
أثناء هذيك اللي كوكوتنا باش تقعد سوايع من زمان غادي باش نفوحوا اللحم تاعنا، باش نخليوه هكا يشرب ريحو هكا سوايع من زمان بالباهي. بسم الله. نحطو اللحم تاعنا في بول، نزيدو نصبو عليهم شوية زيت شوية وبرد باش نخلط معاهم بالفاح. بسم الله. ريحة اللحم تاعنا باش نصبو فحم. بعد ما خليناها ساعة كاملة ترتاح باش نطفيو عليها كوكوتنا باش نكملو. شوفوها باش تغلي ما شاء الله. تو باش نحطو طماطم معجونة مغرفة كبيرة. قلتلكم أنا نستعمل هوني العلاء تعجبني نفس الوحدة، باكو في مقدار مغرفة كبيرة. دهنت مش هنخليهم يكملوا يغليوا في الكوكوت نص ساعة بالضبط. تو بعد نصايب ساعة سكرنا على الكوكوت بتاعنا، غادي نحط عليه بسم الله باش نحلوها مع بسم الله. شوفوا كيفاش قامت زيتها تبارك الله ما شاء الله، ريحتها تفاح شيء كبير. باش نعاودو نشرب عليها ونحطوا لها الجرينات الفلفل نتاعنا دريج من زمان يغليو من غير ما نسكروا الكوكوت. بسم الله بسم الله. مع الملوخيه باش نعملو كعيبات بريك. البريكه نحطو فيها هريسه، شويه فرماج، موتزاريلا، شويه تون، العظيمه. انا هوني نستعمل نوع البريك هذايا، الحق عجبني احسن نوع بريك. ننصحكم تجربوا. باش نعملو زاده مع الملوخيه سليطه اليوم اخترتها باش نعملها سلطه بطاطا مسموطه، باش نعمل معها شويه ليتو، شويه جزر ربي، شويه فرماج، شويه مايس، وباش نزينوها بشويه فاكهه وباش نعملوها بالصوص سيزار. نجمو فوق الليتو تعملوا معدنوس عادي زايدة. وراهي تجي ياسر بنينة سلطة بطاطا مسموطة مع الملوخية، بنينة على الآخر. نعملو صوص سيزار قبل ما نحطو الفاكهة. من فوق بالكل شوية الفاكهة متاعنا. تجي مقرمشة مع الآخر. حاجة بذور الشيا وتاكلوا صحة بالشفاء.
وهكا ملوخيتنا حضرت، شوفوا محليها هيك الريحة تفحفح، قرت زيتها وهيك قرين الفلفل معاها يعمل 66 كيف. إن شاء الله تجربوا الريقة ومش تعجبكم. وكما تشوفوا حضرنا معاها كما قلت لكم السليطة وكعيبات البريك متاعنا، وهكا طاولتنا حضرت ياسر مزيانة. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب تفعلوا الجرس عشان يوصلوكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. باي.